بسم الله ما شاء الله. دي يا جماعة دي الزغاليل انا بسيبها هنا في سلكة كده لوحدها بعد الفطام. تقعد اسبوع، تقعد اتنين، لحد ما تنشف وتعتمد على نفسها وتاكل لوحدها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم، ازيكم؟ وحشتوني، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم اخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. موضوع فيديو النهاردة، انت فاهم الموضوع غلط. نخش على طول في موضوع الفيديو. فحد كلمني عايز يشتري حمام لحم. قلت له الموجود زغاليل. سألني الجوز بكام، قلت له يعمل له الجوز الزغاليل معتمد يعمل له 250 جنيه. سأل طيب في شباب، قلت له الشباب على حسب عمرهم. جوز الشباب يبدأ من 300 جنيه فاكك ريشة او اتنين، ويوصل لحد 500 جنيه لو على وش شغل. قال لي طيب 300 جنيه عمره قد ايه؟ قلت له فاكك ريشة او اتنين. سأل في كل حاجة حتى الشحن كمان. قال طب مصاريف الشحن كام؟ قلت له ممكن حوالي 30 جنيه لأن هو من المنصورة. وانت كده كده انت اللي هتكلم السواق وانت اللي هتحاسب السواق. حتى ان هو قال لي طب يعني السواق هيبقى يجيب لك الفلوس وهو جاي؟ طبعا اللي بيشتري وعايز يبعت الفلوس مع السواق ده بيكون خايف مني، تمام. لكن طبعا انا مش هشحن جوز ب 300 جنيه او ب 250 جنيه. هو عايز جوز واحد، جوز واحد يعني فاكك ريشتين. قلت له مش هروح الموقف عشان اودي الحمام مرة ومرة تانية اروح للسواق اجيب فلوس الشحن والسواق يخصم منهم برضو ال 300 جنيه اللي هو جايبهم، عايز اجرته عشان هو وصلهم. فطبعا شغلانة كبيرة. لازم تكون فاهم كويس انت هتشتري حمام من اي حد ان انت هتحول الفلوس اول، هتحول له على فودافون كاش او اي وسيلة هو يقول لك عليها. لان هو مش هيروح مرتين، وده حمام. واقول لك ليه برضو، لان ده حمام وانت ممكن ما تروحش تستلمه من السواق والسواق يرجع بالحمام والحمام يتبهدل. فطبعا دي شيء لازم تكون فاهمه قبل ما تبدا تشتري حمام. لكن مش ده موضوعنا، برضه هوصلك للنقطه الاهم في الفيديو بتاع النهارده. السؤال بقى المهم قوي اللي هو استفزني ان انا اعمل موضوع فيديو النهارده. سالني هو الحمام معاه ورق استيراد؟ هنا فهمت ان الراجل ده لسه اول مره يربي حمام لاحم وان هو ما يعرفش. فانا حبيت اعمل الفيديو له وللناس اللي هي برضو لسه بتبدأ تربية الحمام اللحم وتفهم يعني ايه الحمام الاستيراد والحمام العادي وتعرف الاسعار عشان ما يتنصبش عليك. ايوه لازم تعرف قبل ما تبدأ وقبل ما تخش. ما تشتريش منه طبعا، مش هباله الا ما يفهم الموضوع ماشي ازاي. وسألته طبعا سؤال، هو انت ربيت حمام لحم قبل كده؟ قال لا. قال انا لو مش واثق في حضرتك ما كنتش كلمتك. طيب تمام، انت واثق فيا، ما انا عشان كده لازم اديك المعلومة صح. انت طالب ورق في جوز حمام او جوز شباب ب 300 جنيه، لازم تفهم ايه الفرق. وبعدين سأل برضه هو اللي عند حضرتك اهالي استيراد؟ قلت له لا. سأل تاني كنت جايبهم منين؟ قلت له انا ما عنديش استيراد. خلاص، فمش هتفرق بقى انت جايبهم منين، يعني من اي حد في مصر، يعني الحمام بتاعنا المصري العادي. يعني انت عايزني انصب عليك؟ عايزني اقول لك ان انا عندي حمام استيراد وهبيع لك بسعر، هبيع لك جوز ب 300 جنيه واقول لك ان هم اولاد استيراد؟ يبقى انا بضحك عليك. عشان لما تيجي تبيع انت كمان ما تضحكش على حد. لازم تعرف حمام الاستيراد شكله ايه وايه الفرق بينه. حتى انا هقول لك بس الفرق في الاسعار. بعد كده في فيديوهات كتيرة على القناة بتبين ايه المواصفات، ايه الفرق بين اللحم المستورد واللحم المصري. لو انت عايز حمام استيراد بختم الشركة الفرنسية، ادلك على الناس اللي هم بيجيبوا من الحمام ده في الكويت، اللي بس طبعا هم بيستوردوا 100 جوز، مفيش استيراد جوز واتنين والكلام ده. اللي بياخد ورق، اللي بيطلب ورق الحمام اللي بيكون مستورد 100 جوز، ده اللي الشركة بتعمل له عقد وبتأتيه العقد الاستيراد 100 جوز حمام لاحم بختم الشركة الفرنسية، تمام. ده اللي هو الحمام الاستيراد. يبقى انت تعرفه منين؟ ان هو بختم الشركه الفرنسيه. وختم الشركه اللي هو ما هوش العلامه الصفراء اللي بتبقى في الجناح من بره اللي ظاهره، لا، الختم المخفي. ان شاء الله تشوف الصوره تعرف ايه ختم الشركه ده. ده كده تمام. طيب الجوز بختم الشركه الفرنسيه لو انت حبيت تجيبه من الكويت اللي احنا بنجيب منها، اللي انا هدلك على الناس تجيب منها لو حبيت. لازم تعرف طبعا انت بتسأل في 300 جنيه وعايز ورق. الجوز بختم الشركة اظن مش هيقل حاليا عن 30,000 جنيه. 30,000 جنيه زي ما بكررها لك تاني كده، 30,000 جنيه وهكتبها لك على الشاشة. الشحن لوحده بيتكلف 3000 جنيه للجوز. اي جوز هتستورده من الكويت هتدفع عليه شحن 3000 جنيه غير سعره. حتى لو هو جوز حمام شعبي برضه هتدفع عليه نفس مصاريف الشحن. طيب لو انت ما انتش عايز الحمام الاهالي نفسها اللي بختم الشركة وعايز من انتاجهم، هل متوفر في مصر؟
الحمام بختم الشركة الفرنسية متواجد في مصر بأعداد قليلة جدا جدا جدا، وما تصدقش أي حد يقول لك إن عنده حمام استيراد. مش أي حد يا جماعة. الموجود عنده جوزين بختم الشركة أو ثلاثة أو أربعة، فطبعا ده أعداد قليلة جدا جدا جدا. ولو هيبيع مش هيبيع لك من ولادهم مباشرة، هيبيع لك من ولاد ولادهم أحفادهم، يعني جيل ثالث جيل رابع جيل عاشر. ممتاز جدا جدا جدا. لكن تعرف سعرهم كام؟ جوز زغاليل سعرهم 2000 جنيه. أيوة، سعر الزغاليل 2000 جنيه ومفيش ورق. أنت بتسأل على الورق ومفيش ورق. لا هو معاه ورق الاستيراد عنده جولين، هو جايب جوزين زي ما قلت لك. عشان ياخد عقد من الشركة ورق لازم يكون مستورد 100 جوز. كان زمان 50، دلوقتي بقوا 100 جوز الشركة بتبيعهم عشان تعطيك العقد. لكن انت عايز جوزين بتجيبهم من حد مستورد في الكويت، زي ما قلت لك ب 30,000 وهتدفع شحن 3000. خليه كله ب 30,000. لو انت راجل مقتدر تقدر تدفع حق الجوز 30,000 او اكتر من 30,000. ادلك تشتري من الكويت، عايز يبقى لك اسم في الحمام اللاحم وتجيب حمام استيراد بختم الشركة الفرنسية، تبيع من ولاده او تبيع من انتاجه، تمام، هتبيع كويس وباسعار ممتازة جدا. لكن لازم يكون بختم الشركة الفرنسية، الختم الحقيقي اللي هو موجود في الصورة ده، مش العلامة الصفراء اللي انت ممكن اي حد في مصر هنا بيركبوها دلوقتي وينصب اسم ان هو بختم الشركة. لا، مش الختم ده. هتبيع وقتها هتبيع، لكن لازم تفهم الموضوع في البداية. لازم تفهم الموضوع كويس، بما ان انت لسه ما ربيتش حمام لاحم. افهم الموضوع اول جرب الحمام المصري. هات لك جوز زغاليل ب 250، هات شباب ب 300، هات شغال ب 600. دي الاسعار اللي هي متداولة في السوق دلوقتي. لكن انت عايز بختم الشركة ولاد الاستيراد، هتلاقيه في الكويت وبالاسعار اللي قلت لك عليها دلوقتي دي. عايز ارقام الناس ادلك عليهم، عايز تشتري من احفاد جيل ثالث جيل رابع من احفادهم، من احفاد من الانتاج، ادلك تحجز وتنتظر دورك كمان. الحمام ده موجود في مصر، موجود في مصر زي ما قلت لك، بس بكميات قليلة جدا. زي ما قلت لك هتحجز لو هتنتظر من الانتاج. وجوز الزغاليل ب 2000 جنيه مش هيقل عن كده، واحتمال يزيد كمان. طبعا نتمنى ان ناس كتير تجيب حمام بختم الشركة الفرنسية ويكون معاه الختم الاصلي. طبعا لما الحمام ده هينتشر في مصر مصلحة للجميع، يعني ممكن يوصل لنا الحمام ده، لكن اللي يقدر يشتريه. تعال نشوف الزغاليل اللي انا بقول لك عليها ب 250. بسم الله ما شاء الله. ده يا جماعة دي الزغاليل اللي انا بسيبها هنا في سلكة كده لوحدها بعد الفطام، تقعد اسبوع تقعد 2 لحد ما تنشف وتعتمد على نفسها وتاكل لوحدها. وهي عايشة دول مثلا هنا بقى لهم اسبوع او اكتر من اسبوع، بياكلوا ويشربوا لوحدهم. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. طبعا لحد ما يجي لهم صاحب نصيبهم. دول اللي انا ببيعهم ب 250 جنيه اللي حضرتك سألت على اسعارهم. طبعا الشباب اللي فاكك ريشه او 2 هو ممكن نقول عليهم زغيل وممكن نقول عليهم شباب. بيوصل للسعر لحد زي ما قلت لك من 300 ل 500 لو على وش شغل. يعني مثلا جوز زي ده اهو على وش شغل، خلاص احنا سكناهم وجوزناهم في السلكه. ده بنقول عليه ب 500 جنيه طالما لسه ما حصاش. لو حص عندي بيبقى ب 600 جنيه. اللي زيه اللي فوق ده اهو، ده برضو اخدوا بعض هنا في السلاكه، لكن لو حصهم هيبقوا ب 600. هو حاليا لحد الان لسه ما حصاش ولا عش، خلاص هيبقى ب 500. اللي بقى اللي ب 500 ده لسه ما جربتوش، لكن لو اتجرب وفرزنا البيض وباض بيض مخصب هيبقى ب 600 جنيه. لكن هو لحد الان هو كده ب 500 جنيه. بكده اكون خلصت موضوع فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.